السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة ابدأ واتعلم ال HTML وال CSS بالمشاريع. خلينا نبدأ على طول عشان المحاضرة دي مهمة جدا. احنا في المحاضرة دي هنعمل الدارك مود اللي هو زرار بيقلب الباك جراوند بتاعتي، بيخليها مرة اسمر ومرة ابيض على حسب انت عايزها. تمام، خلينا نبدأ كده مع بعض على طول ونبدأ في انشاء صفحة ال HTML. عملت صفحة ال HTML عن طريق شيفت واحد انتر بيعمل لي الصفحة دي. تمام، خلينا نغير التايتل بتاعنا نخليه دارك مود، وكمان هنعمل لينك لوجن اب سي اس اس. تمام. نبدا في البادي. احنا عايزين زرار واحد فهنعمل بوتون عادي. هنعمل بوتون، البوتون ده نفترض ان هو كليك مثلا، هنسميه كليك. تمام، ونبدا ان احنا في البوتون ده جوه هنضيف حاجه اسمها اون كليك. اون كليك معناها ايه؟ اون كليك معناها يعني لو دوست على الزرار ده هيوديني فين او هيعمل ايه. لو دوست على الزرار ده عايز اقول له اعمل الفانكشن دي او روح للفانكشن دي ونفذها. طب الفانكشن ايه؟ انا هعمل فانكشن دلوقتي في الجافا سكريبت، هعملها دلوقتي. بس قبل ما اعملها هنسمي هنا نعمل ايه؟ نعمل مثلا الفانكشن دي هتبقى توجل، خليها توجل مثلا. هنعمل الفانكشن دي توجل مود ونحط الايه؟ الاكواس بتاعت الفانكشن. تمام. هنزل تحت واعمل ايه؟ واعمل سكريبت. ينفع ان انت تعمل الجافا سكريبت هنا وينفع ان انت تعملها في ملف خارجي. انا بفضل اعملها هنا لان الاكواد اللي انا هكتبها هما سطرين، عباره عن سطرين كود بس. تمام. خلينا ننشئ الفانكشن بتاعتنا. هنروح هنعمل فانكشن هسميها، طبعا انا مسميها توجل مود فوق، ونحط ايه؟ ونحط الاقواس بتاعتنا. كويس. هبدا ان انا اطلع كده والدي الكيرلي براكتس وابدا اشتغل جوه الفانكشن دي. هقول الفانكشن دي انا هضيف فيها ايه او هحط فيها ايه. صلى على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هعمل دوكيومنت هنا معناها المستند اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. خش لي عليه، هتخش لي على البادي. واحد يقول لي انا مش فاهم الدوكيومنت هو ايه. فاكر الدوكيو تايب HTML انا قلت لك عليه ايه؟ ان احنا بنعرف المتصفح احنا نشتغل HTML، صح؟ ان ده مستند HTML. تمام. فالدوكيو تايب معناها او اختصارا لكلمه دوكيومنت تايب ديكلاريشن، فهي اختصارا لاعلان نوع المستند اللي هو اصلا نوع المستند عندي HTML. كويس قوي. فانا بقول له ان المستند اللي عندي ده اللي هو HTML هات لي منه البادي. ما هو ال HTML ده عباره عن حاجتين، عباره عن هيد اللي هي اعدادات، والبادي اللي هو جسم الصفحه. تمام. خش بقى على من البادي ده، خش لي منه على الكلاس ليست، والكلاس ليست ديت خش لي منها على التوجل. هفهمك دول عباره عن ايه. الكلاس ليست والتوجل ان هم عباره عن بيضيفوا كلاس، لو الكلاس ده موجود هيشيلوه، لو هو مش موجود هيضيفوه. طب كلاس ايه بقى؟ انا هعمل كلاس هنا هسميه دارك. فانا كده انا بعمل كلاس اسمه دارك. الدارك ده بيتحققوا منه لو هو موجود هيشيلوه ويخلوه اللون الابيض او اللون الافتراضي، ولو هو مش موجود هيحطوه. تمام. كده انا عملت ايه؟ عملت الجافا سكريبت بتاعتي او الفانكشن بتاعتي اللي هي التوجل ايه؟ التوجل. تعالى بقى نروح للسي اس اس نشتغل عليه. اول حاجه هعمل متغيرين. بعمل متغيرين عن طريق حاجه اسمها روت، ده المكان اللي بحط فيه المتغيرات بتاعتي. هبدا ان انا اشتغل واسمي المتغيرين دول. هسمي واحد بي جي كولر مثلا، بي جي كولر. تمام. هخزن فيه البي جي كولر ده. طبعا المتغيرات لازم تحط قبل المتغير، قبل تسميه المتغير لازم تحط 2 داش كده. فاقول له بي جي كولر وهنحط الوايت، اخلي الوايت هو البي جي كولر بتاعنا. تمام. وهعمل كمان متغير اسميه كولر او تسميه مثلا اي حاجه تكست كولر مثلا، تكست كولر ده بتاع النصوص. هنحط فيه مثلا بلاك، ويبقى كده عملنا متغيرين. الروت ده هو المكان اللي بنخزن فيه المتغيرات. عملت متغير سميته بي جي كولر، ولازم قلنا قبل كل متغير لازم نحط ايه؟ الاتنين داش دومت عشان اعرف ان ده متغير، او عشان السي اس تعرف ان ده متغير. كويس. وحطينا فيه لونين. كويس. تمام قوي. هنادي على دوت دارك. واحد يقول لي ده يعني انا ما عنديش في ال HTML كلاس. هقول لك لا، انت عندك كلاس اسمه دارك، لان انا قلت لك التوجل دي عباره ان هي بتضيف او ممكن تحذفه. لو هو موجود هتحذفه، لو هو مش موجود هتضيفه. تمام. هنبدا نشتغل على الدارك. تمام. وهديله برضو متغيرات. هديله متغير، هعمل متغير هقول له برضو بيجي كولر، نفس المتغير هديله البيجي كولر. تمام. وهديله اللون، بس هعكس اللون، بدل ما اخلي اللون ابيض هخليه اسمر، هخليه بلاك بالشكل ده. هعمل كمان متغير تاني اسميه تكست كولر، هنحطه باللون الوايت. حطيناه باللون الوايت اهو. كويس. بعد ما خلصنا الدارك وحطينا المتغيرين دول، هتقولي هو نفس المتغيرات حصلت حطيناها في الدارك، يعني اللي حطيناه في الروت حطيناه في الدارك، هل هيحصل مشكله؟ لا، مش هيحصل مشكله. تمام. لان الدارك ده لو الروت موجود الدارك مش هيبقى موجود، لو الدارك موجود الروت مش هيبقى موجود. تمام. يعني في واحد بس اللي
هيتحقق كويس قوي. هنبدا نشتغل في البادي، هنادي على البادي، هبدا ان انا ادي لها باك جراوند كلر. الباك جراوند كلر بقى هدي لها واحد من المتغيرات دي، يعني الباك جراوند كلر هدي لها بيجي كلر، هندي لها فار بيجي كلر، تمام، اللي هو البيجي كلر. طب هتقول لي هو البيجي كلر ده اللي هيتحقق ولا ده؟ هقول لك في حاله لو كان الدارك مش موجود فالروت هو اللي هيتحقق. تمام. هنعمل كمان كلر. الكلر ده هناخده برده من التكست كلر، هقول له تكست كلر، طبعا هنتكست كلر للفار، طبعا هنقول فار تكست كلر. تمام. تعالى كده نشغل بقى السيرفر بتاعنا. هنروح نشغل السيرفر بتاعنا، هتلاقي اتعمل كليك اهو بالشكل ده. اما تتك عليه هتلاقي ظهر معاك اللون الاسمر اهو، تك عليه تاني هتلاقي رجع ابيض. ممكن نديله ترانزيشن نص ثانيه كده، نديله ترانزيشن، هديله كام؟ هديله نص ثانيه. تمام بالشكل ده اهو، هتلاقي بدا ان هو يتحول معاك بالشكل ده. بس هيبقى في مشكله قدامنا اللي هو ما بيحفظش القيمه. يعني مثلا انا حطيته على الدارك مود اهو، مش بيحفظ القيمه، لو جيت عملت ريلود هيرجع لك تاني ابيض، فدي مشكله هتقابلنا. فان شاء الله هنحلها المحاضره الجايه، ان برضه نظبط الكليك ده، نظبطه بالسي اس اس، ويبقى كده انا خلصت المحاضره دي على خير، واشوفكم في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.